مجتمعنا مراجع برامج بنفيد ونستفيد. موني عز، تطبيق للقروض الشخصية محمله 10,000 مستخدم. طبعا بقول للناس من زمان يا جماعة قبل ما تحمل تطبيقات القروض اسأل أو استفسر أو دور في أي فيديو أو أي سيرش عن التطبيق. التطبيق بيجيلك في إعلان بيقولك هنسلفك لحد 30,000 جنيه 50,000 جنيه، والفايدة بتاعتهم ما تتعداش 1,500 على 6 شهور. انت ريقك بيجري على طول وتيجي داخل عشان تحمل التطبيق. بعد ما بتحمل التطبيق بيطلب منك بياناتك الشخصية، صورة حضرتك الشخصية وجهات الاتصال بتاعتك. بعد ما بيطلب منك صورة سيلفي لحضرتك تخش على الاستوديو عشان تديله الصلاحية عشان يخش هو وينقي بقى الصور اللي تعجبه وياخدها، سواء ولد أو بنت بيخش وينقي وياخد الصور اللي هو عايزها. وبعد كده يقول لك حضرتك مبروك هتاخد كارد ب500 جنيه، قرار شخصي من التطبيق مش منك انت، وهتسددهم 850 جنيه خلال أسبوع. ولو ما سددتش حضرتك بنتصل بجهات الاتصال بتاعتك ونقول لهم إن انتوا كنتوا ضامنين للأستاذ فلان الفلاني أو للأستاذة فلانة الفلانية، واللي عايزين الكارد دوت وعايزينه عشان احنا ماسكين عليه صور وماسكين فيديوهات و إلى آخره. وتلاقي فضايح ملهاش لازمة، وتلاقي إن انت بتدفع 350 جنيه في 500 جنيه جولك في لمدة أسبوع. نصيحة مني، قبل ما تحمل أي تطبيق خش على جروب مراجع برامج، سواء ماسنجر أو على تعليقات الناس في التطبيقات والفيديوهات، وشوف الناس رأيها إيه في التطبيق، هل تطبيق مميز ولا تطبيق سرقة بيانات وخلاص.